من بين آلاف الصخور المنتشرة في الجبال والسهول، لا ينجو من أعين الباحثين إلا ذلك الشكل النادر، الشكل الذي احتفظت به الحضارات القديمة كأحد أسرارها الدفينة. إنه مجسم رأس السلحفاة التوجيهي، العنز الذي لا يظهر صدفة ولا ينحت عبثا، بل يأتي في المكان الصحيح والاتجاه الصحيح والرسالة الصحيحة. عندما نقترب من هذا المجسم المميز نلاحظ تفاصيله الطبيعية التي جمعتها عوامل الزمن. لكن خلف هذا المظهر العشوائي تختفي بصمة هندسية استخدمها القدماء للدلالة على مواقع شديدة الأهمية. السلاحف لم تكن رموزا عادية، بل كانت رمزا للحكمة، البطء، الثبات، والأهم، الاستمرار في حماية السر عبر القرون. السؤال الذي يطرحه الجميع: لماذا كانت السلحفاة بالذات رمزا من رموز الدفن والكنوز؟ في علم الإشارات التكنيزية يمثل رأس السلحفاة اتجاها واضحا نحو الهدف، علامة على وجود شيء ثابت وغير بعيد، رمزا لمكان آمن ودفين محمي. الرأس يشير دائما إلى الاتجاه، والجسم إن كان موجودا فهو دليل على المسافة، أما الأرجل فكانت تستخدم في بعض الحضارات للتوجيه الدقيق. عند رؤية هذا المجسم على الطبيعة ندرك أنه ليس مجرد صخرة عشوائية، فالرأس بارز، العنق منحدر، والخط العام يأخذ وضعية السلحفاة التي تنظر نحو الأمام، كأنها ترشدك إلى نقطة ما. هذه الوضعية بالذات استخدمتها حضارات قديمة لتحديد اتجاه الهدف الأولي أو بداية المسار أو علامة وجود دفين قريب داخل مجال بصري مباشر. تخيل الآن، قبل مئات السنين كان المكان الذي تقف فيه اليوم نفس المكان الذي وقف فيه رجال من حضارة قديمة، وهم يخفون شيئا ثمينا، شيئا لا يريدون أن يضيع ولا يريدون أن يعثر عليه أي شخص. فنحتوا السلحفاة واختاروا اتجاه الرأس، ثم تركوا الرمز ليمتد عمره أطول من أعمارهم. السلحفاة التوجيهية لا تعمل وحدها، بل لها قواعد. يتبع اتجاه الرأس دائما، يبحث عن صخرة ثابتة أو علامة مقابلة. المسافة غالبا قصيرة نسبيا. المنطقة التي تنظر إليها السلحفاة تحتوي على مرتفع منخفض، مدخل أو صخرة مميزة. في هذا المجسم بالذات نلاحظ أن الرأس ينحني قليلا، وكأنه يشير إلى مستوى أرضي أقرب مما نتوقع. وهذا الأسلوب شائع في الحضارات التي كانت تضع دفائنها في نطاق بصري مباشر. لكن هل هذا المجسم توجيهي فقط، أم أنه علامة بداية، أم أنه علامة مباشرة؟ هذا ما يجعل السلحفاة واحدة من أكثر الرموز غموضا وإثارة في عالم الدفائن. هناك قاعدة يقولها الخبراء: إذا وجدت سلحفاة فاعلم أن هناك سرا قريبا أقرب مما تتوقع. هذا المجسم الذي أمامكم قد يكون بحد ذاته مفتاحا. لا يهم قدمه ولا شكل حبات المطر على سطحه، ما يهم هو الاتجاه والانحداه ونقطة النظر. السلحفاة لا تخون ولا تشير عبثا، إنها من الرموز القليلة التي حافظت على رسالتها عبر الزمن. فهل تقودك هذه السلحفاة إلى سر دفين، أم إلى لغز أكبر ينتظر من يفك رموزه؟ الجواب هنا، حيث يقف رأس السلحفاة موجها نحو المجهول.